واش فراسك باللي الماتش ديال المغرب وفرنسا ماشي غير 90 دقيقه ديال الكره، ولكن هذا الماتش كيرد لينا البال لواحد الماتش سياسي تلعب هذه سنين وباقيين كنخلصوا الثمن ديالو حتى لدابا. ما كندويش على 2022 وانما كندوي هنا على عام 1955 وبالضبط المفاوضات ديال اكس ليبان اللي كتعتبر من بين اكثر الامور اللي فيها الغموض وفيها السريه في التاريخ السياسي ديال المغرب. شحال من عام هما كيعاودوا لينا نفس القصه الرسميه باللي المغرب جاوب الاستقلال ديالو بسبب انتصار كبير سالم على الحمايه ديال 1912 ورجع السلطان محمد الخامس من المنفى وبنى الدوله المغربيه المستقله. ولكن ملي كنجيو نقلبوا مزيان في الارشيف ونقراو الوثائق اللي ما تنشراش ديال الناس اللي خطوا لهذا الشيء كنلقاو بلي الفيلم بدل بزاف على الكتوبه ديال الاجتماعيات. هذا الشيء اللي وقع ماشي استقلال حقيقي وانما واحد النوع جديد ومطور ديال الاستعمار. في فرنسا حيدات العسكر ديالها اللي كان كيتقام عليها غالي وعوضاته بواحد السيطره ناعمه خلات الاستقلال ديالنا غير بالسميه. وباش نفهموا مزيان شحال الضربه اللي كلها المغرب من هذه المعاهده كبيره سواء على الدوله او على الشعب وعلاش صناع القرار عندنا ما قدروش انهم يلغيوها كلمه واحده ولا بقرار واحد، خاصنا نرجعوا بعد الظروف الصعيبه اللي تفرضات فيها هذه المعاهده. فرنسا ملي جلست معنا الطبله ديال المفاوضات في اكس ليبان راه ما دارتش معنا زوين ولا عطاتنا الاستقلال فابور، بل كانت مزيره ومخنوقه عسكريا وسياسيا. وديك الوقت كان هذاك هو الحل الوحيد اللي بقى ليها بحكم الضعف ديالها من بعد الحرب العالميه الثانيه، لان الاحتلال المباشر ولا كيتقام عليها بشله فلوس وما بقاتش قادره عليه. هاد الزمته اللي كانت عايشاها فرنسا كيعاود عليها رئيس الوزراء ديالهم ديك الساعه ادغار فورد في المذكرات ديالو اللي سماها الخبايا السريه لاكس ليبان. كيقول بلي فرنسا في حرب الريف عام 1926 احتاج انها تجيب 325 الف عسكري وطيارات وقوه كبيره باش يلاه تواجه 20 الف مقاتل ديال عبد الكريم الخطابي. وملي وصلت 1950 فرنسا ما بقاش عندها الجهد لا في الفلوس ولا في الرجال باش تجيب 400 ولا 500 الف عسكري اخرين باش تواجه الحرب العصابات في المغرب، خصوصا وان هذا الشيء غادي يخليها تضعف في الجزائر اللي كانت شاعله فيها العافيه ديك الساعه وكتعتبر جزء من فرنسا. وباش فرنسا تخرج وفي نفس الوقت تبقى محكمه حكومه ادغار فورد خرجت بواحد الخطه سماتها الاستقلال في اطار التبعيه، يعني غادي نعطيكم الاستقلال ولكن غتبقاو تابعين لينا من الناحيه الاقتصاديه. هذه الخطه دارت بواحد القالب واعر فين اختاروا انهم يجلسوا يتفاوضوا غير مع الناس اللي كيميلوا للحلول السلميه والسياسيه بحال النخبه ديال المدن وقياده حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وفي نفس الوقت ما جلسوش مع الناس اللي كانوا كيقلبوا على استقلال حقيقي بلا شروط، منهم اللي كانوا في الميدان واللي كانوا كيتحاربوا معاهم. المهم واخا الوراق الرسميه ديال مؤتمر اكس ليبان كانوا مكتوبين بلغه زوينه فيها الاحترام المتبادل وان المغرب ولا دوله مستقله، ولكن الواقع والشروط السريه اللي تفرضوا على المغاربه كانوا كارثه اقتصاديه. فين تخيلوا معايا ان فرنسا اختارت تضمن المصالح ديالها ل100 عام لقدام وخلات الثروات ديالنا في الشركات الفرنسيه الكبيره. اهم حاجه ركزوا عليها هي الفوسفات اللي هو العصب ديال الاقتصاد ديالنا، حيت الاتفاقيات خلت فرنسا تدي ما بين 60 حتى 80% من الارباح ديالو والمغرب كياخذ غير داك الشيء اللي كيشاف. هادشي كيعني الملاير ديال الدراهم اللي كان ممكن تبني بلادنا كتمشي لفرنسا، وهنا بطبيعه الحال ماشي حنا كنخرجوها ونعطيوها لفرنسا كاش وانما فرنسا كتستافد منها عن طريق الشركات ديالها، وزيد عليها حتى مناجم الذهب والفضه وثروات البحر اللي بقاو كيستافدوا منها بنسب كبيره. زائد ان هاد التفاهمات ديال اكس ليبان فرضات على المغرب يخلي الشركات الفرنسيه ديما عندها الاسبقيه في تدبير الخدمات المهمه ديال البلاد، وهادشي كنشوفوه بعينينا حتى ليومنا هذا، حيت ان الشركات الفرنسيه بحال ليدي كوريدال وغيرهم شادين تقريبا 90% من قطاعات الماء والضوء والواد الحار في المدن الكبيره ديالنا. وفوق هادشي كامل تفرض علينا نبقاو سوق مفتوحه كنشريو السلعه اللي كتشري لفرنسا سواء في الصناعه او الفلاحه، وهادشي هو اللي قتل اي فرصه باش انه نبنيو اقتصاد وطني قوي وقاد يوقف على رجليه. وبزاف ديال الناس كيسولوا على فوقاش ممكن تسالي هذه المعاهده، والجواب فيه شي شويه ديال القوالب لان معاهده اكس ليبان ماشي بحال شي كرا اللي غيسالي في واحد التاريخ محدد، ولكن الاتفاقيات الاقتصاديه والسريه اللي دارت موراها عطات لفرنسا الحق انها تحتكر الرزق ديال المغاربه واخا تسالي المعاهده. ولكن عموما بزاف ديال المصادر كتقول بلي تفرضات المعاهده لمده 100 عام الا حسبناها بالرياضيات من 1955 حتى ل 2055 عاد نظريا غتسالي هذه الامتيازات الاقتصاديه اللي معطيه لفرنسا. ولكن المشكل الحقيقي هو ان فرنسا ما بناتش غير على الوراق، بل خدمات باش انها تبني شبكه ديال المصالح اللي تخليها ديما مستافده واخا تفوت ديك 100 عام. واكس ليبان بكل بساطه هي معاهده، وفاش كنقولوا معاهده هادشي كيعني باللي صعيب انه تجي واحد الحكومه وتقول مع راسها اللي صافي غدا نحيدوها اولا نبدلوا الشروط اللي فيها ونديروا شروط جديده، لان المعاهده ماشي هي الاتفاقيه العاديه اللي في اي لحظه تقدر تحيد. وان شاء الله الماتش مربوح اليوم دوزو.